السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة وسهلة وكلنا بنحبها وبنطلبها دايما من بره. هنعمل النهاردة مع بعض الستريبس، ويا سلام بقى لو كان معمول في البيت طعمه هيكون أحلى 100 مرة من اللي بنجيبها من بره. والطريقة اللي هنعمل بيها النهاردة هتخلي الفراخ تطلع مقرمشة من بره وطرية من جوه، وهتطلع أحلى من الجاهزة مليون مرة. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا أول حاجة كيلو من صدور الفراخ، وده حوالي صدرتين. اول حاجة هنغسلهم تحت مية جارية، وبعدين هننقعهم في مية فيها ملح وليمون، وهنسيبهم من 10 دقايق لربع ساعة. وبعد كده هنغسلها كويس تحت مية جارية وهنصفيها، وهنبدأ بقى ان احنا نقطعها. بيبقى فيه حتة من الظهر من ورا اللي هي الفليتو، ممكن تشيلوها بايدكو او بالسكينة، بس هي عامة بتبقى سهلة ان الواحد يشيلها بايده. واحنا بنقطع بنحاول نمشي في اتجاه واحد دايما بالطول، عشان اطلع شرايح شكلها يكون موحد وكمان سمكها يكون قريب من بعض، فما تبقاش رفيعة قوي فتتحرق بسرعة، ولا تكون سميكة قوي فتطلع نية من جوه. والصدر الواحدة عندي كنت بقطعها على 6 قطع. احنا هنا بنستخدم صدور الفراخ لانها بتكون انسب حاجة عندي للستريبس، بيكون سهل ان احنا نقطعها بالطول. وهنا كنت بوريكو السمك بتاع القطعة الواحدة، ولا ان هي تخينة قوي ولا ان هي رفيعة قوي، فده بيكون الحجم المظبوط بتاعها. وعلى فكرة احنا ممكن نعمل كمية كبيرة من الفراخ، يعني نقطع الفراخ كلها مرة واحدة ونتبلها، وبعد كده هنعملها في الدقيق وهنسيبها في الفريزر، وقت ما بنحتاجها بنطلعها ونقلي على طول في الزيت. وزي ما انتم شايفين هنا ان انا بحاول اخلي القطعة تبقى ان هي تكون طويلة شوية وسمكها وسط، عشان لما نيجي نقليها تستوي من جوه وتتحمر من بره في نفس الوقت. تاني حاجة معانا وهي تتبيلة الفراخ، ودي اللي هتدي للفراخ طعمها الحلو زي الجاهزة بالظبط ويمكن احلى كمان. معايا اول حاجة معلقة قرفة، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقة ونص من البابريكا، ومعلقة كركم، ومعلقة توم بودر وبصل بودر، وكمان معايا بهارات فراخ هنحط منها معلقة. واخر حاجة ان احنا هنحط نص معلقة زعتر. هنحط كل البهارات دي في بولة كبيرة وهنقلبهم مع بعض. ولو انتي حابة ان الستريبس يكون سبايسي فممكن تحطي نص معلقة من الشطة. وبعدين هنقلب كل البهارات دي كويس قوي مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بزبادي. ولو الزبادي مش متوفر فممكن كوباية حليب هنحط عليها معلقتين خل، وهنسيبها 5 دقايق وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هننزل بصدور الفراخ في التتبيلة وهنقلبها كويس، وبعد كده هنغطي عليها وهندخلها التلاجة. ويفضل ان احنا نسيبها لتاني يوم عشان الفراخ تلحق تتشرب من التتبيلة ويكون طعمها حلو. بس لو انتم مستعجلين عليها فممكن تسيبوها في التلاجة من 4 ل5 ساعات، بس مش اقل من كده. او ممكن تتبلوها من اول النهار وتحمروها بعد كده في اخر النهار. بعد كده هنغطيها بستريتش وهندخلها التلاجة، وانا هسيبها لتاني يوم. وبعد ما اتبلت هطلعها من التلاجة وهشيل الاسترتش اللي عليها. وتعالوا بقى نشوف الخطوات اللي بعد كده. وهنبدأ بأول حاجة وهي الدقيق. طبعا هنا هنستخدم اي كمية من الدقيق، يعني مش هنستخدم وزن معين، يعني هي بالنظر كده بنشوف كمية الفراخ اللي عندنا ونشوف الدقيق اللي هيكفيها. وهنحط عليها معلقتين نشا كبار عشان بعد كده الكفر يمسك كويس. وبالنسبة للبهارات فهنحط عليها معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة توم بودر، ومعلقة بصل بودر، واخر حاجة معلقة كركم. وهنقلبهم مع بعض كويس. ودلوقتي بقى هنيجي للمرحلة اللي هتفرق جدا في القرمشة، وهي تغطية الفراخ قبل القلي. انا هنا باخد قطعة من الستريبس. اول حاجة بنحطها في الدقيق، وانا بعمل كده بتأكد ان كل الجوانب متغطية كويس بالدقيق. وبعد ما بغطي قطعة الستريبس بالدقيق باخدها على طول وانزلها في طبق مية ساقعة، والمية دي كانت ساقعة وكمان كنت حاطة عليها مكعبات تلج. واحنا بنحط قطع الستريبس عندي في الدقيق بنضغط عليها كويس عشان الدقيق عندي يمسك في الفراخ، وده مهم عشان الكفر اللي بره ما تقعش اول ما تنزل عندي في الزيت. وبناخدها على طول بنحطها في المية الساقعة.
بنسيبها كده في المية ثواني بسيطة يعني مش كتير، وبعدين بنطلعها من المية ونرجعها تاني على الدقيق. يعني احنا كده بنعملها مرتين، دقيق ومية وبعدين دقيق تاني، واللفة التانية في الدقيق هي دي اللي بتدي السمك اللي بنحبه في الستريبس. وانا بغطي في الدقيق للمرة التانية بضغط بايدي كده كويس على الفراخ كأني بلزق فيها الدقيق، وده بيخلي الطبقة تمسك اكتر وما تتفكش معانا في الزيت. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان احنا اول ما نغلف قطعة الفراخ بالدقيق ما ينفعش ان احنا نسيبها على جنب كتير، ولا نركنها ونكمل باقي الكمية وبعدين نقلي. احنا كل قطعة بنغلفها بننزلها في زيت على طول. ولو وصلتم لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. ودلوقتي بقى هنبدأ في مرحلة القلي. في طاسة على النار هنحط فيها زيت غزير وهنستنى لما يسخن كويس. هنبدأ بقى ننزل الستريبس عندي في الزيت، وشايفين اول ما نزلت اول قطعة بدأت تطلع فقاقيع كده حوالين الفراخ على طول، وده اللي احنا عايزينه. ولو هنا حطينا الفراخ والزيت كان بارد الفراخ هتشرب الزيت وهيطلع طعمها مش مظبوط في الاخر. ولو الزيت كان سخن زيادة الستريبس عندي هتتحمر بسرعة من بره وهتفضل نية من جوه. فانا بحب اقليهم على نار متوسطة مش عالية عشان ياخدوا وقتهم في السوا، وكمان ياخدوا لون ذهبي حلو كده ومقرمش. واول ما نلاقي الطبقة الخارجية بدأت تتماسك وتاخد لون ذهبي بنبدأ نقلبها على الجنب التاني. شايفين شكلها جميل ازاي ما شاء الله. الكفر بدأ يتحمر وبتبقى طبقة واحدة كده ماسكة نفسها، مفيش دقيق بيفصل ولا طبقة بتقع ولا اي حاجة خالص، وكل قطعة بتتحمر بلون متساوي. وده سبب اننا جهزنا كل خطوة قبلها صح، يعني التتبيلة كانت مظبوطة والتغليف كان مظبوط والزيت كان سخن كفاية. طبعا ريحة الستريبس في الوقت ده كانت طالعة خطيرة ومالية المطبخ كله. وطبعا كل شوية ببص على لونها، واول ما توصل للدرجة اللي بحبها اللي هي اللون الذهبي بنبدأ بقى نطلعها على شبكة. واحنا بقى بنطلعها ناخد بالنا من شوية حاجات، ان احنا ما ينفعش نحطها في طبق وهي سخنة لان البخار بتاعها هيطريها ومش هتفضل مقرمشة، وكمان ما نحطش كلهم فوق بعض عشان تفضل مقرمشة معانا وما تطريش. وطبعا كل ما الزيت يكون عندنا مظبوط، ولا ان هو يكون سخن زيادة عن اللزوم ولا ان هو يكون بارد، والتغليف معمول صح، هتطلعي ستريبس متماسك وبيقرمش وفي نفس الوقت من جوه طري ومستوي. هنحمر بقى كمية الستريبس كلها بنفس الطريقة. طبعا هنقليهم على نار متوسطة مش عالية عشان ياخدوا وقتهم في السوا. وكل ما تنزلي قطعة ستريبس اديها مساحة في الطاسة، ما تحطيش القطع كلها فوق بعض لان لو زحمت الطاسة الزيت هينزل من حرارته وكمان هيأثر على القرمشة. واول لما تاخد لون كده دهبي جميل بنبدأ نقلبها على الناحية التانية، وانا بحب اقلبها تقليبة واحدة بس على جنبها التاني واسيبها تكمل سواها، مش كل شوية بقى نقعد نقلب فيها عشان القرمشة تمسك وما تفكش. واول ما الستريبس ياخد اللون الذهبي لا فاتح قوي ولا غامق بنبدأ نطلعهم على شبكة. واهم حاجة واحنا بنطلعهم اننا ما نحطهمش ولا في طبق مقفول او متغطي وهم سخنين عشان البخار ما يخليهاش تطري. قدميهم بقى سخنين جنب صوصات بتحبيها، كاتشب، مايونيز، رانش او باربيكيو. ممكن كمان تعملي جنبهم بطاطس محمرة. شايفين الكفر بيقرمش ازاي ما شاء الله. وزي ما شفتوا كده الموضوع بسيط ومش محتاج تعقيد. وكده هنكون خلصنا وصفتنا النهاردة وهي الستريبس. عملناها خطوة بخطوة من اول التتبيلة لحد ما طلعناه من الزيت وهو مقرمش وسخن. والوصفة مش صعبة خالص بس محتاجة شوية تظبيط في الخطوات. ولو وصلتم لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.